نرجو دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا وشكرا. قبل مواجهة منتخب ليبيريا، أثير نقاش ساخن بين المهتمين بشؤون الفريق الوطني حول الفراغ المهول الذي خلقه غياب المقاتل سفيان مرابط عن كتيبة الركراكي بسبب الإصابة. ما ترتب عن هذا الغياب من مشاكل تقنية وتكتيكية كان لها انعكاس سلبي على الأداء العام للمنتخب المغربي. ورغم إقدام الركراكي على الزج بمزراوي مكان مرابط بهدف تعويض هذا الفراغ الحاصل، إلا أن العملية لم تؤتي أكلها على الوجه الذي ينتظره المتتبعون، الأمر الذي أثار مخاوف الجميع. ونحن على أهبة المشاركة في كان الكوت ديفوار الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة، بالنظر إلى غياب قطع غيار بديلة قادرة على لعب نفس الدور الذي كان يلعبه سفيان مرابط. بعد أن منح الركراكي فرصة للاعب الشاب أسامة العزوزي خلال مقابلة أمس ضد منتخب ليبيريا، بعث هذا الأخير برسالة طمأنة إلى الجماهير المغربية كانت بمثابة جرعة أمل جديد أكد من خلالها أنه قادر على تعويض سفيان مرابط في حالة غيابه لأي سبب من الأسباب. وبشهادة الجميع فقد قدم العزوزي مقابلة كبيرة، حيث كان حاسما في كل تدخلاته، سواء على مستوى افتكاك الكرات واسترجاعها، وأيضا على مستوى التمريرات التي كانت جلها موفقة. وعموما فقد أجمع كل المتابعين على أن العزوزي سيكون قيمة مضافة بالنسبة للفريق الوطني يمكن للركراكي أن يعول عليه خلال قادم الاستحقاقات، بما فيها بطولة أفريقيا المرتقبة في الكوت ديفوار مطلع سنة 2024. شكرا على اهتمامكم، المرجو دعمنا بالضغط على زر إعجاب والاشتراك في القناة، وكذا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد على مدار اليوم.